تخيل إنك قاعد قدام شخص ارتكب جرايم هزت العالم، ومش مستني منه صراخ ولا إنكار. لكن اللي يحصل إنه يبدأ يحكي بهدوء شديد، كأنه بيتكلم عن يوم عادي في حياته. وده بالظبط اللي حصل في بعض أشهر قضايا القتلة المتسلسلين في التاريخ. مش بس الجرايم كانت صدمة، لكن طريقة الاعتراف نفسها كانت مرعبة. أول شخصية معانا أو أول قاتل متسلسل هو تيد باندي. تيد باندي كان واحد من أشهر القتلة المتسلسلين في أمريكا، واتحكم عليه بالإعدام سنة 1989. اللي كان صادم في قصته إنه كان بيظهر في حياته بشكل طبيعي جدا، طالب قانون، متحدث لبق، وشخص اجتماعي. في الفترة الأخيرة قبل إعدامه اتعملت معاه مقابلات مع محققين وصحفيين، وفيها بدأ يتكلم عن تفاصيل عن حياته وأفكاره. اعترف إنه عنده اندفاعات عنيفة، وإنه كان بيحاول يفهمها ويقاومها أحيانا، لكنه فشل. المهم هنا اعترافاته كانت هادية جدا، بدون انفعال، وده اللي خلى الناس مصدومة. مش بس اللي عمله، لكن طريقته في الكلام عنه. تاني قاتل متسلسل وهو جيفري دامر. لما الشرطة قبضت على جيفري دامر سنة 1991، اكتشفت واحدة من أبشع القضايا في التاريخ الأمريكي الحديث. دامر اعترف بكل التفاصيل خلال التحقيقات، واللي وثقته الشرطة والمحققين إن أسلوبه في الاعتراف كان بارد جدا، وبيشرح كأنه بيفكك أحداث، مش بيحكي جرائم بشرية. هو نفسه قال في اعترافاته إن عنده رغبة في السيطرة الكاملة على الضحايا، وإنه كان بيحاول يخلق إحساس بالاحتفاظ بيهم بشكل مرضي. المحققين وصفوا طريقة كلامه إنها منفصلة عاطفيا بشكل مخيف. تالت قاتل متسلسل وهو جين واين جيسي. جيسي كان شخص اجتماعي جدا، وشارك في فعاليات خيرية، وكان بيشتغل أحيانا كمهرج للأطفال. لكن بعد القبض عليه سنة 1978 اعترف بجرائم متعددة. في اعترافاته حاول في بعض اللحظات ينكر أو يبرر، لكن في النهاية أقر بالتهم الأساسية ضده. الصدمة هنا كانت في التناقض: شخص عنده وجه اجتماعي معروف، وحياة سرية بالكامل مختلفة. وده اللي خلى قضيته واحدة من أشهر أمثلة ازدواجية الشخصية الاجتماعية. رابع قاتل متسلسل وهو إيد كامبر. إيد كامبر كان عنده معدل ذكاء عالي جدا، وده واضح في طريقة كلامه في التحقيقات والمقابلات بعد القبض عليه. كان بيحلل دوافعه بشكل مباشر: علاقته المضطربة بوالدته، مشاعر الغضب، والعزلة النفسية. لكن الأهم إنه كان بيتكلم عن جرايمه بطريقة تحليلية جدا، وده اللي خلى المحققين يوصفوا كلامه إنه بارد لكنه واعي. طب إيه المشترك ما بينهم الأربعة؟ لو بصينا على الاعترافات دي هنلاقي كذا نقطة متكررة: مظهر خارجي طبيعي جدا، قدرة على التعايش وسط المجتمع، اعترافات هادية أو تحليلية بدل الانفعال، وجود اضطرابات نفسية أو صدمات في الخلفية حسب تقارير الخبراء. لكن الأهم من كل ده إن كل حالة مختلفة عن التانية، ومفيش تفسير واحد ينفع ليهم كله. الخلاصة اللي بتكشفه اعترافات القتلة المتسلسلين مش مجرد جرائم، لكن جانب مظلم من النفس البشرية. مش الهدف منها الإثارة، لكن أنا عايزاك تفهم، لأن أخطر حاجة في القصة كلها إن بعضهم كان يبان عادي جدا في الحياة اليومية. من الآخر، ناس ما يتشكش فيها. وده اللي بيخلي القصة مش بس مرعبة، لكنها واقعية أكتر مما نتخيل.